اللي بتشوفه قدامك ده يا صاحبي فريق يانج افريكانز اللي النادي الاهلي مطالب وهو بيستقبله بكره ان شاء الله على استاد القاهره في الجوله الاخيره من بطوله دوري ابطال افريقيا، انه على الاقل يحقق التعادل قدامه عشان يضمن صداره المجموعه. وبيني وبينكم نبعد خالص عن مواجهات ممكن تكون قويه لو اتقابلنا مع متصدرين المجموعات الثانيه ونأجلها على الاقل لدور ربع النهائي. فريق يانج افريكانز فريق قوي جدا، سريع، معدل الاعمار بتاعه قليل، يملك مدرب طباعه هجوميه بشكل كبير وهو الارجنتيني جاموندي اللي قدر يخلي فريق يانج افريكانز هو المنظومه الاقوى هجوميا في دور المجموعات برصيد 9 اهداف بالتمام والكمال. اطراف مهاريه سريعه، بيجيد اللعب في المساحات بشكل كبير، لكن بيمتلكوا سلاح قاتل جدا وهو ده اهم سلاح هنتكلم عنه في فيديو النهارده اللي لازم يكون مارسيل كولر درسه عشان يعرف يتجنبه ازاي. قبل اي حاجه استاذنكم الدعاء لاخواتنا في فلسطين، يا رب انصرهم بنصر قريب. اعمل لايك، اعمل كومنت، تفاعل مع الحلقه. استاذنكم الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا. ويلا بينا بدون مقدمات على التفاصيل على طول. حد يقول لي ايه يا دول البدايه الجميله دي؟ ده انت كركبت رجبنا يا راجل. هل معنى كده ان فريق يانج افريكانز صعب ان احنا نكسبه؟ اقول لك لا، النادي الاهلي سهل جدا يكسب فريق يانج افريكانز لانه فريق زي اي فريق عنده مشاكل كبيره جدا. مش كده وبس، ده انا عايز اقول لك ان فريق يانج افريكانز زي ما قلت لك كده ان هو الاقوى هجوميا ب9 اهداف، استقبل كاكتر فريق من الفرق اللي ضمنت التاهل خلاص، اكتر فريق استقبل اهداف برصيد 5 اهداف. والنادي الاهلي هو النادي الوحيد في دور المجموعات اللي قدر يهز الشباك فريق يانج افريكانز على ارضه ووسط جمهوره. الكلام ده بوجود عيوب خطيره جدا في فريق يانج افريكانز لازم نشتغل عليها بشكل كبير بكره. على سبيل المثال الحصر، لو جينا شفنا الاهداف اللي استقبلها الفريق ضد فريق شباب بلوزداد هنلاقي ان اول جون الفريق عنده مشاكل كبيره جدا في الضربات الثابته والضربات الركنيه، بيلعب بكثافه عدديه قليله جدا في الضربات اللي زي دي، ومع كثافه عدديه مننا بكره ان شاء الله نقدر نستغل الكور دي بشكل كويس. حتى لو ما فيش عندنا لعيبه بتجيد الرأسيات، لكن الكور اللي هتكون ساقطه في المنطقه نقدر نستغلها بشكل كويس جدا. فاكر بقى لو جينا اتكلمنا عن النقطه الثانيه والهدف الثاني اللي انت هتتفرج عليه دلوقتي، لما قلت لك انه فريق بيمتلك اطراف مميزه جدا لكن في نفس الوقت بيستقبل اهداف كتير. ليه؟ لان الفريق دايما بيكون بيتقدم بكل العناصر بتاعته عشان يعمل زياده عدديه قدام، وده بيخلق له مشكله كبيره جدا خليته يستقبل عدد كبير من الاهداف، وهي المساحات اللي موجوده في خط الظهر والمساحات الموجوده ورا الاظهره. عشان كده اراهنك ان مارسيل كولر خد مباراه بلديه المحله كتدريبه كده بالنسبه للعيبه على وجود لعيبه اصحاب سرعات زي كريم فؤاد وزي رضا سليم، زي ما بعرض عليك كده اللقطه دي بالظبط بالكربون. الجون اللي جه من فريق شباب بلوزداد، الجون الثاني اللي كان كره من على الطرف، هي بالكربون جون رضا سليم اللي صنعه في الهدف الثاني لكريم فؤاد ضد فريق بلديه المحله. اذا مساحات كتيره محتاجين ان احنا نشتغل عليها، نرعبهم دايما بالكور الطويله، لكن كل ده مرهون بايه يا جماعه؟ بفكره الجماعيه. الاطراف هنقدر نخترقها بشكل كويس، لكن الكور اللي هتبقى قدام منطقه الجزاء او داخل المنطقه لازم نستغلها. خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا، هتتفاجئ وانا بعرض عليك دلوقتي ان النادي الاهلي هناك في تنزانيا على اراضي فريق يانج افريكانز عمل كل ده بالملي، اختراق من الاطراف، لعب داخل منطقه الجزاء، ووصول بكور كتيره جدا، لكن للاسف معظم الكور اللي وصلت لنا دي ضاعت بسبب حاجه مهمه جدا، الانانيه وعدم الجماعيه وعدم دقه التسديدات. حرفيا المباراه اللي كانت هناك في تنزانيا النادي الاهلي اتظلم لما خرج متعادل بعد ما سجل جون من خلال بيرسي تاو في الدقيقه 86، لكننا للاسف استقبلنا هدف قبل نهايه الشوط الثاني والمباراه انتهت بنتيجه تعادل 1-1. النادي الاهلي مع كل عناصر الضعف اللي موجوده في الفريق التنزاني دي يقدر يشتغل عليها، لكن كل ده مرهون بنقطه مهمه جدا، الجماعيه والتهديف واستغلال الفرص. لكن النقطه الاهم والاخطر بقى بالنسبه لفريق يانج افريكانز هو تلاشي نقطه القوه الاهم بالنسبه للفريق. ايه هي؟ وهنا تعالى اقول لك زي ما بتشوف معايا دلوقتي، نادي يانج افريكانز سجل 3 اهداف في فريق ميدياما في مباراه واحده، وسجل 4 اهداف في المباراه الاخيره ليه قدام فريق شباب بلوزداد. ولو جينا بصينا ما بين ال7 اهداف كده واحنا بنستعرضهم دلوقتي، اكيد هتلاقي فيهم عوامل مشتركه هي دي اللي لازم نحرص منها. لو جينا بصينا على الهدف الاول ضد فريق ميدياما، هتلاقي ان كان في ضغط على حامل الكره، وكان في استغلال المساحات بشكل كويس جدا، استغلال المساحه تحديدا اللي ما بين محاور الارتكاز وما بين اللعيبه قلوب الدفاع، دايما بيبقى في مساحه فاضيه، في لعيبه دايما من فريق يانج مندفعين بشكل قوي جدا في المنطقه دي عشان يستفيدوا من التسديدات على حدود منطقه الجزاء او من داخل منطقه الجزاء. اذا لازم نخلي بالنا من المساحه دي يا جماعه. لو جينا اتكلمنا عن الجون الثاني اللي دخل في فريق ميدياما، دي نقطه لازم بحذر منها بكره ان شاء الله، ان لازم مصطفى شوبير في الضربات الثابته لازم يكون في دعم موجود ليه بوجود 2 او على الاقل مدافع ماسك قايم ومصطفى شوبير مغطي باقي المرمى، لان هم مش مميزين قوي في ضربات الراس، لكن اي كوره في الوضعيه بتاعت ان الحارس واقف لوحده ما بين ال3 خشبات بتزود نسبه احتماليات تسجيل الهدف. لو جينا بصينا على الهدف الثالث وركز معايا بقى في الهدف ده، هتلاقي ان الفريق بتاع يانج افريكانز بيضغط على حامل الكوره في الثلث الدفاعي الخاص بالفريق الخصم، حتى وان كان الفريق الثلث الدفاعي ده هو اللي مستحوذ على الكوره، وده سيناريو ممكن نواجهه بكره. النادي الاهلي هو اللي هيكون معاه الكوره
الكوره وهو اللي بيبني الهجمه، وهي ده الاسلوب اللي بيحبه يانج افريكانز في الضغط دايما على حامل الكوره. هوب يقطع الكوره، هيكون عنده افضليه على الاطراف، بيوزع الكوره بشكل سريع جدا وبيقدر يوصل بيها للجون ويسجل هدف. دول 3 اهداف، خدت بالك من النقط دي؟ طب تعالى بقى نشوف ايه اللي اتشف بالكربون في الاهداف اللي دخلت في فريق شباب بلوزداد الجزائري. هتلاقي اول كوره برضه هي نفس المساحات اللي موجوده ما بين قلوب الدفاع وما بين محاور الارتكاز، لكن المره دي اللي اختلف بس ان الكوره اتلعبت عرضيه للاعب المندفع من الخلف في نفس المساحه هي، لكن رحلت المره دي شويه لداخل منطقه الجزاء وقدروا ان هم يستغلوها ويسجلوا منها هدف. عدي الهدف الثاني لانه كان هدف غلطه دفاعيه، لكن الهدف الثالث والرابع زي ما بعرضهم عليك كده بالكربون سيناريو بيتكرر بالنص يا جماعه. حامل الكوره بيضرب لخمه، بتلاقي لاعب من اللعيبه ضغط عليه وفي لاعب ثاني قريب جدا منه، او على طول اول لما بيستلم الكوره بيضرب عينيه على طرف من الطرفين يوزع له بشكل سريع، والطرف ده يا اما قدامه مساحه يخترق او قدامه مساحه بيتقدم فيها ويوزع لحد برده جاي قادم من الخلف. اذا احنا بنتكلم هنا ان في ميزه مهمه جدا لفريق يانج افريكانز، وهو انه فريق بيجيد الضغط على حامل الكوره، وده اللي يفسر على فكره ليه بيدخل فيه اهداف كتير، لانه فريق بيبقى عايز يضغط بكل الخطوط بتاعته، فبيتقدم جدا بخط الدفاع عشان يقلل المساحات ما بين عناصر الفريق بتاعه، وهو ده اللي بيخلي فيه مساحات كبيره ورا. طيب احنا كده شفنا كل العناصر بتاعه القوه والضعف الخاصه بفريق يانج افريكانز، ازاي بقى نشتغل على القصه دي كلها بافضل تشكيل؟ تعالى كده نبص للتشكيل. طبعا مصطفى شوبير هيكون اساسي في مركز حراسه المرمى، ثنائي قلب دفاع هيكون موجود رامي ربيعه وجنبيه محمد عبد المنعم ان كان موجود في القائمه وجاهز، لكن هو بنسبه كبيره مش هيكون جاهز، عشان كده بكره رامي ربيعه هيحل محل محمد عبد المنعم. والسؤال الاهم، مين اللي هيكون موجود مكان رامي ربيعه؟ البعض بيتكلم بوجود خالد عبد الفتاح، لكن بصراحه شايف ان خالد يعني بقى له فتره طويله مصاب ولا بيشارك، مش فيت ان هو يكون جاهز في الماتش بتاع بكره. انسب حل بالنسبه لي يكون موجود محمد هاني، هو اللي موجود قلب دفاع جنب رامي ربيعه، ولعبوها كتير قبل كده، يمكن ما بيبقوش موفقين افضل شيء، لكن الاثنين لعبوا جنب بعض قبل كده قلوب دفاع. على ان يكون موجود اكرم توفيق الظهير الايمن للنادي الاهلي الاساسي بكره ان شاء الله. ثلاثي في محور الارتكاز، طبعا مروان عطيه يرجع بكره ان شاء الله، هيكون مهم جدا لمروان ان هو يتحرك بشكل سريع والكوره ما تقعدش في رجليه كتير. نفس الكلام لامام عاشور، ومعاهم اتمنى والله ان كوكا يكون جاهز، بس ممكن يكون موجود عمرو السوليه، ويعني وجود السوليه بكره هيدي اهميه كبيره جدا للنادي الاهلي هو ورامي ربيعه في لعب الكور الطويله يا جماعه ورا دفاعات فريق يانج افريكانز، زي ما شرحت لك من شويه دايما بيكون متقدم على الاطراف. بالنسبه للثلاثي الهجومي، شايف ان بكره ان شاء الله وسام ابو علي يبدا طبعا كاساسي، استغلال سرعاته الستارت السريع جدا بتاعه خاصه في الكور الطويله او الكور الارضيه السرعات هيفرق جدا مع النادي الاهلي، لكن لضمان منظومه نجاح النادي الاهلي بكره الهجوميه اتمنى ان الثلاثي الهجومي كله يبقى بنفس الثلاثي اللي شارك في المباراه اللي فاتت قدام فريق بلديه المحله. رضا سليم على الطرف الشمال جماعيته ممتازه جدا، بكره ماتش مش محتاج اي انانيه ولا اي فزلكه. وعلى الطرف الشمال كريم فؤاد بصراحه عمل مباراه ممتازه، وانا منتظر وجوده بكره في التشكيل اساسي. فباذن الله هو ده التشكيل المثالي بالنسبه لي. انت كمان قول لي رايك في التعليقات. شكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.